تعالوا النهارده نعمل بطاطس محشية بطريقة جميلة جدًا، تنفع للفطار، تنفع للغدا، تنفع في عزومات رمضان، جميلة جدًا، تتحشي جبنة، تتحشي لحمة، وغير إن هي موفّرة إن هي بدون بيض وبدون بقسماط، سهلة جدًا في عمايلها. يالّا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. أنا هاحتاج مبدئيًا في المقدار اللي هاعمله النهارده نُص كيلو من البطاطس، هاسلقه. أنا باحب مبدئيًا أسلق البطاطس بقشرها، يعني أغسلها كويس وأسلقها عشان المَيّة ما تدخلش في المسامات بتاعتها، وكده بتتسلق أسرع. وبعد ما تتسلق كويس، أبتدي طبعًا أقشّرها واستنى لمّا تبرد، وابتدي أهرسها كويس طبعًا، بس أتأكد طبعًا إن أنا قشّرتها كويس يعني تخلّي بالكم، وتكون برضه مسلوقة كويس عشان ما يبقاش فيها أي تكتلات. وبعد ما تتهرس عندي كويس أوي كده، زي ما أنتم شايفين، أبتدي بقى أحط عليها ملح وفلفل، باكون جايبة بقدونس كده مقطّعاه، أحطه عليها، ومعلقة أو معلقتين من الجبنة الشيدر. أنا مستخدمة جبنة شيدر حمرا وشوية بقدونس، وبعدين باحط معلقتين من النشا، بس معلقتين من النشا، وأخيرًا باحط معلقة أو معلقتين جبنة موتزاريلا، عايزة تستغني عنها استغني عنها، يعني بس هي بتدّي طعم بسيط كده من بعيد. وبتدّيها يعني مَطّة كده تبقى في قلب البطاطس يعني أو في عجينة البطاطس نفسها. بعد بقى ما أقلّبهم كويس أوي وأتأكد إن كل الحاجات دخلت في بعض، باجيب جبنة شيدر. أنا النهارده هاحشيها جبنة، فجايبة جبنة شيدر كده اللي أنا كنت حاطاها في العجينة جبنة شيدر حمرا، وابتدي بقى إيه، أحشي بعد ما أجيب كورة البطاطس وأحط جواها جبنة الموتزاريلا وأعملها إيه، كورة زي ما أنتِ شايفة كده. وابتدي أعمل الكمية كلّها بالطريقة دي. أنا يا جماعة يعني أنا مبدئيًا لمّا باعمل الطريقة دي باعملها مثلًا كيلو بطاطس أو كيلو ونُص بطاطس، أحشيها لحمة، باحشيها جبنة، وباعملهم علب في الفريزر إنها بتطلع من الفريزر تتقلي على طول. أهو هنا خلّصت الكمية كلّها ما شاء الله، ده نُص كيلو بطاطس عمل لي كل دول. عايزة تشيليها بقى في الفريزر، يُفضّل إنِّك قبل ما تقليها تشيليها في الفريزر شوية. طبعًا النهارده قليتها على طول، لإن ما كانش في وقت. بس وابتدي بقى أقليها في زيت غزير شوية ويبقى سُخن طبعًا. خلّي بالنا إن الزيت يبقى سُخن عشان ما تفلتش منِّك، وهي مش هتفلت منِّك، هي سهلة جدًا والنشا بتخلّيها ماسكة نفسها مع الجبن، بتبقى يعني خطيرة. ده هنا بقى بعد ما قليت الكمية كلّها، بُصّوا بقى جمالها، طعمها طِعمة جدًا، طِعمة وبسيطة وخفيفة عن اللي بتبقى مقليها غلاف من البيض والبقسماط، فهي دي فعلًا أخف ومش بتشرب زيت، النشا مش بيخلّيها تشرب زيت. زي ما باقول لِك تحشيها جبنة، تحشيها لحمة، أي حشوة بتحبيها، ممكن تعمليها سادة خالص على فكرة، برضه هيبقى طعمها خطير. أتمنى إن أنتم تجرّبوها وأتمنى تعجبكم وبالهنا والشفا.